صباح الفل عليكم يا لعيبه، في فيديو جديد، فيديو اسطوري كالعاده. النهارده معانا ثغره الحصول على اللاعب رونالدينيو من الفتحه المجانيه. بس خلينا كده في بدايه الفيديو عايز اقول لك نقطه مهمه جدا. هكون سايب لك دلوقتي تحت في الكومنتات المثبته رابط تحميل التطبيق اللي بيزود معانا نسبه الحظ اثناء تفتح الباكجات، ولازم تكون محمل التطبيق دوت. هكون سايبه لك تحت دلوقتي في الكومنت المثبت، وبعد كده بتشغله على السيرفر الفرنسي او السيرفر الياباني، وبعد كده بتيجي تطبق الثغره ديت. ويا ريت كده في بدايه الفيديو ما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك الجميل بتاعك. يلا بينا نخش على طول في الحلقه بتاعته النهارده. اول حاجه كده هندوس هنا عند اللاعب رونالدينيو، وهنقلب هنا في الطاقات بتاعته بالشكل دوت، على التأثيرات والشروط بالتفاصيل بتاعتنا. وزي ما انا دخلت لازم ارجع بنفس الطريقه، وبعد كده اضغط هنا على الكارت بتاع اللاعب. نقطه الضغط دي نقطه مهمه جدا لازم تعملها، وبعد كده هنيجي هنا نكرر تاني نفس الخطوه على نفس اللاعب، وهو اللاعب رونالدينيو بالشكل دوت، على التأثيرات والشروط بالتفاصيل بتاعتنا. ولازم نرجع بنفس الطريقه بنفس التركات بتاعتنا، ولازم كمان نكون ضاغطين هنا على الكارت. نقطة الضغط على الكارت دي نقطة مهمة جدا. هنيجي هنا عند اللاعب رودري، تمام، وبنقلب في الطاقات بتاعته على التأثيرات والشروط بالتفاصيل بتاعتنا، تمام. واضغط هنا برضو على الكارت بتاعه بالشكل ده، وبعد كده ارجعه، تمام. بعد كده هننزل هنا تحت عند اخر واحد هايلايت معانا. بعد كده هنقلب هنا في الطاقات بتاعته بالشكل دوت اهوت. بعد كده اضغط عليه مرة واحدة ارجعه. بعد كده ندوس على اللاعب اللي جنبه وهو اللاعب ساكا، تمام. بنقلب برضو هنا في الطاقات بتاعته بالشكل دوت، واضغط هنا على الكارت بتاعه بالشكل ده، تمام. بعد كده اطلع تاني فوق وادوس كلمة تدوير، تنتظر ثانية او اتنين بالظبط، وبعد كده بترجعها تاني، مفيش اي مشكلة، تمام. اهو بالشكل ده اطلع بره الباكج خالص، وبعد كده هنخش تاني مشاهدة الكل. هنا بقى هبدأ أدوس على الكروت بتاعة اللعيبة فقط، بس مش هقلب في الطاقات. بمعنى يعني هنا أول لاعب هنبتدي بيه هو اللاعب رودري، هنضغط عليه على الكارت فقط بالشكل ده أول مرة، وبعد كده أدي ديت تاني مرة بالشكل ده. اللاعب اللي جنبه هو اللاعب دوكو، برضو أول مرة، تمام. وبعد كده أدي ديت تاني مرة بالشكل دوت. بعد كده هنا اللاعب رونالدينيو آخر لاعب معانا في تقليب الطاقات، أدي ديت أول مرة، ركز بقى. وادي ديت تاني مرة. انا بقلب في الكارت بتاعه مش في الطاقات بتاعة اللاعب، تمام. لازم تكون مركز في النقطة دي، ولازم تبقى واخد بالك منها، تمام. يبقى ديت تالت مرة اهوت بالشكل ده، وادي ديت رابع مرة، وبعد كده ادي ديت خامس مرة واخر مرة معانا، تمام. بالشكل ده هننزل هنا تحت عند اخر واحد هايلايت معانا، بنقلب في الطاقات بتاعته بقى، تمام. ونقطة الضغط على الكارت دي بتعملها وانت طالع، تمام. اهو انا قبل ما اطلع لازم اكون هنا طبعا دايس على الكارت بتاعه بالشكل ده. اتمنى لو انت استفدت النهارده من الحلقه بتاعت النهارده، متبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك. كان معاكم من قناه سيف فوزي وبس كده، سلام يا لعيب.